حاجه كبيره قوي عند اي انسان، لان الاب ده لا يتعوض، هو الام. فربنا يخلي لي امي. فقدمت نداء لفخامه الرئيس وقلت له ندائي، وانا بشكرهم على رده الفعل، وبداوا تحقيق يعني انت في الاول كده لما لقيت ان الاستجابه شويه للتحقيق في بلاغك نعم. مش كبيره، فاضطريت تلجأ للرئيس نعم، بشار الاسد. لان انا عارف فخامه الرئيس ما بيرضاش في الظلم. الحقيقه بالواقع مختلفه استاذ وائل، بالعكس في عدل وفي حق، والحق دايما، انا بشكرك، والحق دايما ما بيروحش يا استاذ وائل. وانا مستعد اكمل المشوار لاخر يوم في حياتي لحد ما اعرف بالظبط ايه اللي حصل لابويا، ومش هسكت الا اللي اعرف بالظبط ايه اللي حصل لابويا. لو فضل بيروح يوم لحتى اكتفي وروحي تكتفي وروح ابويا تكتفي، اعرف بالظبط مات موته طبيعيه ولا مات بمقتول. الله يرحمه لو مات مقتول، لكل حادث حديث. مش هسيب حق ابويا